ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلى على النبي. حبايبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص يا حبايبي، ان شاء الله النهارده هنعمل ايس كريم سهل وسريع واحلى من بتاع المحلات والله. تمام. طيب، عشان نعمل الايس كريم هنحتاج لكبه. مش هينفع في الخلاط، مش هينفع في الخلاط عشان السلاح بتاع الخلاط هيبقى مش قوي زي الكبه. تمام. طيب، انا في الكبه بتاعتي نزلت باتنين كوبايتين اي نوع فاكهه عندك. هنستثني طبعا الخوخ عشان الخوخ بيتسلق الاول. دي فاكهه متفرزه. تمام. نحطها في الفريزر شويه. يعني احنا عايزينها تبقى ساقعه متلجه زي ما احنا شايفين كده. تمام. دول كوبايتين من الكنتالوب. تمام. هنعمل كنتالوب وهنعمل مانجا. احنا خدت كوبايتين من الكنتالوب عليهم نص كوبايه، لا عذرا، كوبايتين من الكنتالوب عليهم ربع كوبايه من اللبن الساقع المتلج. تمام. ونزلت عليهم باتنين معلقه من معالق الرز كريم شانتيه. تمام. وحطيت من 3 ل4 معالق سكر بودر. ليه سكر بودر؟ بيديله مطه حلوه جدا. تمام. بيديله مطه زي اللي احنا بنجيبه من المحلات بالظبط. تمام اهو. بعد ما ضربناه كده في الكبه، بعد ما ضربناه في الكبه فانا هديله فرمه تانية بالهاند بلندر. تمام. هو على كده في العلبه بتاعته هدخلها التلاجة، هي هديله فرمه كده بالهاند بلندر. تمام اهو. الجو ساقع كده بقى، احنا ايه عايزين نرطب على نفسنا كده بشويه اي حاجه ساقعه. فعملنا الايس كريم ده. تمام. بالله عليكم الكل مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد انا هنزله ان شاء الله. وما تنسوناش بقى في اللايكات، دايما بتبقى المشاهدات اعلى من اللايكات واعلى من الاشتراكات. فبالله عليكم الكل اللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك في القناه. تمام. ده هنعمل بنفس اللي احنا هنعمله في الكنتالوب هنعمله في المانجا. تمام. ده المانجا انا عملت نوعين بس. تمام. نزلت باللبن وده المانجا بتاعتي، وهنزل بكريم الشانتيه وهنزل بالسكر. مش حابين تحطوا في المانجا سكر ما تحطوش. تمام اهو. ده شكل الايس كريم بتاعي قبل ما ادخله التلاجة طبعا. تمام. بس اهم حاجة يا حبايبي يبقى نوع الفاكهة ساقع متلج، يعني يبقى قبليها في الفريزر. تمام. انا المانجا دي مفرزاها من الصيف اللي فات، كانت عندي مفرزاها في الفريزر، لكن الكنتالوب طبعا لسه طالع. تمام اهو. طبعا هنحطهم في الفريزر دلوقتي. تمام. هتسيبيهم 6 ساعات، تسيبيهم ليلة كاملة، براحتك. تمام اهو. طبعا ما لقيتش المعلقة بتاعة الايس كريم، ف طلعت بمعلقة، يعني المعلقة اللي هي معلقة الاكل العادية. ولكن معلقة الايس كريم هتقدري تتحكمي فيها اكتر. معلقة الاكل، معلقة الايس كريم ما دورت عليها والله ما لقيتها. تمام اهو. كده زينت بفورماسيل اللي هو الصغير ده الالوان، و فول سوداني مجروش. حابين تزينوا بحاجات زي كده ماشي، مش حابين براحتكم. انا حطيت النوعين في بوله واحده. برضو حابه تعملي نوع واحد ماشي.